صدق الله العظيم. انت نازل يا محمد يا ابني؟ رايح فين يا ابني على الصبح كده؟ يعني هكون رايح فين يعني يا حاج؟ لابس تيشيرت الاهلي وشايل علمه على كتفي، هكون رايح المكتبه؟ انا مسافر بورسعيد مع صحابي، هنتفرج على ماتش الاهلي والمصري. طب وليه يا ابني الشحططه دي بس؟ انا قلبي مش مطمن يا محمد، قلبي واكلني عليك يا ابني. اقول لك بلاش المره دي، ونقعد انا وانت نتفرج على الماتش في التلفزيون، ده حتى الفرجه في التلفزيون احلى، تقدر تشوف الجون مره واثنين وثلاثه. لا تلفزيون ايه يا حاج، انا لازم اساند الاهلي من المدرجات. وبعدين يعني ما انت اللي عودتني على كده، انت نسيت زمان لما كنت بتشيلني على كتفك وبتلف بيا ورا الاهلي في استادات مصر كلها؟ ما نسيتش يا ابني ولا حاجه، وعارف انا اللي حببتك في الاهلي من كتر المروح للاستاد والفرجه للماتشات، اتعلقت بيه زي بالظبط. بس مش عارف ليه يا ابني قلبي مش مطمني المرة دي، قلبي واكلني عليك. ما تتأخرش عليا يا محمد. حاضر مش هتأخر، ما تقلقش، خلي بالك من نفسك، هتوحشني يا حاج. السلام عليكم. مع السلامة يا حبيبي. مش عارف ليه قلبي واكلني عليك المرة دي يا ابني. خير يا ربي، هو الواد اتأخر كده ليه؟ مش كفاية هيرجع زعلان ومتنكد عشان الأهلي خسر؟ تليفونه مقفول. داخل الملعب حالات وفاة من أجل مباراة كرة قدم، هل هو ده النتاج؟ هل ده اللي كنا مستنيينه؟ هل ده اللي كنا عايزينه؟ اللي حطيته بالله انا بتحمل مسؤوليه كبيره، بحمل نفسي وبحمل الخطا بتاع انه هو لسه بيتكلم، عيل تحطه كده، انا احطه على كتافي. ادعي لمحمد والكل اللي راحوا، 74 شهيد سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم.